النهاردة هنعمل طريقة عمل البطاطس المحمرة في الاير فراير، القلاية الهوائية. اول حاجة هقطع بطاطس صوابع، احط عليها معلقة من زيت الزيتون. عندي شيش طاووق برضو كنت حطاه في الفريزر، عاملاه ومجهزاه ومتبلاه وحطاه في الفريزر. بطلعه احطه في الاير فراير على طول في 15 دقيقة بيبقى مستوي وحلو جدا. هحط معلقة من زيت الزيتون وملح وفلفل وكمون، حابة تحطي شطة، حابة تحطي اي بهارات براحتك. بعد كده هقلب البهارات والزيت مع البطاطس كويس، واتأكد ان الزيت دخل في كل البطاطس عشان تطلع مقرمشة وحلوة جدا زي المقلية في الزيت بالظبط. هقلبهم كويس مع زيت الزيتون. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. والشيش طاووق برضو حطيت عليه معلقة زيت زيتون، وهحطه هدهنه كويس برضو بزيت الزيتون واحطه في الاير فراير. دي الاير فراير هعملها على فرايز درجة حرارة 400، وبعد كده احطها على 15 دقيقة. بعدين ادوس ستارت، بسيبها تسخن شوية وبعدين بحط فيها البطاطس. هي بتصفر بعد ما بتسخن في حوالي مثلا دقيقتين ولا حاجة، ما بتاخدش وقت خالص. بعد كده هحط عليه معلقة زيت زيتون ادهن بيها بس الارضية بتاعة الاير فراير علشان البطاطس ما تلزقش فيها من تحت. بعد كده هحط البطاطس واسيبها تستوي لمدة 15 دقيقة. هي اير فراير في نص المدة بتديني اشارة تصفر ان انا اقلب الاكل اللي جوه عشان الناحية التانية تتحمر برضو. فانا بهزها شوية وبقلب البطاطس بحركها وارجعها تاني على الوش التاني ياخد تحميرة برضو. بعد كده على ما البطاطس تتحمر هعمل الصوص بتاع البطاطس. الصوص ده انا بحبه جدا جدا مع البطاطس، يعني جربوه فعلا هيعجبكم قوي. بحط مثلا تقريبا معلقتين كاتشب. الكاتشب بتاعي برضو 0 كالوريز، انا بحاول اعمل اكل صحي ما فيهوش اي دهون او اي حاجة تخن. عندي برضو لايت مايو، مايونيز لايت ما فيهوش برضو دهون كتير، الكالوريز فيه قليلة جدا. هحط برضو معلقتين من المايونيز. بعد ما حطيت معلقتين هحط من الاوريجانو، هحط منه برضو رشة كده، ممكن نقول نص معلقة او معلقة صغيرة يعني. بعد كده هقلب كل الحاجات دي مع بعض لحد ما يبقى لونه برتقاني كده، يبقى لون واحد بس.
كده الصوص بتاعي جاهز. هروح بقى اطلع البطاطس من الاير فراير. هي برضو لما بتخلص بتصفر، فانا بعرف ان هي خلصت. بروح اطلع البطاطس. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير. ده شكل البطاطس بعد ما اتحمرت، طعمها حلو جدا جدا واحلى من اللي مقليه في الزيت كمان وخفيفه. بعد كده هجيب الشيش طاووق احطه. طبعا انا دهنه ارضيه الاير فراير بالزيت، ودهناه معلقه زيت برضو، دهنه الشيش طاووق بالزيت. وبرضو هحطه في الاير فراير على 15 دقيقه. هدوس على برايل شوي برضو 400 درجة لمدة 15 دقيقة. جيت في نص المدة قلبت الشيش طاووق على الناحية التانية. كده فاضل 5 دقايق وتطلع. بس كده الشيش طاووق استوى، ما خدش بالظبط 15 دقيقة. بنصح اي حد يشتريها، بجد حلوة جدا وصحية جدا. تقدري تعملي كل الاكل بمعلقة زيت زيتون واحدة، تقدري تعملي اكل كتير صحي وما فيهوش اي دهون او زيوت. بنصحكم فعلا تجيبوها وتستخدموها، وبتنجز جدا، يعني في ربع ساعة يبقى الاكل جاهز. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.